السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الموبايل بيتقرأ بالباركود او الكيو ار كود؟ سؤال شكله بسيط، بس لو فكرت فيه شوية هتكتشف ان وراه عالم كامل بيشتغل في جزء من الثانية وانت مش واخد بالك. اكيد حصل معاك قبل كده انك فتحت كاميرا الموبايل ووجهتها على الباركود او الكيو ار كود، وفجأة الموبايل فتح موقع او طلعت لك معلومة او حتى توصل لك بالواي فاي. كل ده حصل في جزء من الثانية. ولا مرة وقفت وسألت نفسك ازاي شوية خطوط او مربعات صغيرة يعملوا كل ده، وازاي حاجة شكلها بسيط قوي تختصر مشوار طويل من العلم والتكنولوجيا في لحظة؟ أهلا بيكم، أنا عبد الرحمن يحيى، والنهاردة هنتكلم عن سر الباركود أو الكيو آر كود، السر اللي بيحصل في جزء من الثانية دي وأنت مش واخد بالك. حط لايك للفيديو واشتراك للقناة وتعال نشوف الموضوع ده سوا. خلينا نبدأ من الأول خالص بهدوء ومن غير تعقيد. الباركود والكيو آر كود مش معمولين علشان الإنسان يقرأهم، لأن عين الإنسان ما تقدرش تفرق بين اختلافات صغيرة جدا في المسافات والعرض. دول معمولين علشان الأجهزة تفهمهم. نقدر نقول إنها لغة، بس لغة مرئية، لغة بتتقرأ بالتصوير والتحليل مش بالنظرة. الباركود نفسه مفهوش اسم منتج ولا سعره ولا أي معلومة مفهومة بالنسبة لينا، هو مجرد كود رقمي متشفر على هيئة شكل. الشكل ده لما الموبايل يشوفه يقدر يحوله لأرقام، والأرقام دي تبقى مفتاح يوصلنا لمعلومة أكبر متخزنة في مكان تاني. عندنا نوعين مشهورين جدا. أول نوع هو الباركود العادي اللي بنشوفه على المنتجات في السوبر ماركت، وهو عبارة عن خطوط سوداء وبيضة. تاني نوع هو الكيو ار كود، وده بقى اللي موجود في كل حتة تقريبا، في الإعلانات والمطاعم والتذاكر وتحويل الفلوس وحتى في إعدادات الواي فاي. نمسك الباركود العادي الأول. الخطوط السوداء والبيضاء اللي قدامك في الباركود مش رسمة وخلاص. السر مش في الخط نفسه، السر في عرض الخط. الباركود فيه خطوط رفيعة جدا وخطوط أعرض شوية، فراغات بيضة صغيرة وفراغات أكبر، وكل اختلاف في العرض ده ليه قيمة رقمية متفق عليها عالميا. أول ما توجه الكاميرا الموبايل على الباركود، الموبايل بياخد صورة عادية جدا، مفيش أي قراءة حصلت لسه. من اللحظة دي بيبدأ الشغل الحقيقي. البرنامج اللي جوه الموبايل بيعالج الصورة ويحولها لأبيض وأسود بس، ويزود التباين علشان يلغي أي ظلام أو أي لون ممكن تلخبط الحسبة. وبعد كده البرنامج بيرسم خط افتراضي مستقيم يعدي على الباركود من ناحية لناحية، والخط ده بيشتغل كأنه مسطرة قياس. البرنامج بيمشي على الخط ده نقطة نقطة، وأول ما يدخل في منطقة سوداء يعرف إن ده خط، وأول ما يطلع لمنطقة بيضاء يعرف إن ده فراغ. لكن الأهم إنه يقيس المسافة. يعني البرنامج يسأل نفسه الخط الأسود ده عرضه كام، والفراغ الأبيض ده عرضه كام. النظام متفق إن في أصغر عرض ممكن، وده اسمه وحدة قياس. ولو الخط عرضه قد وحدة القياس قيمة معينة، ولو عرضه ضعفها قيمة تانية، ولو عرض 3 أضعاف قيمة مختلفة. يعني الخط نفسه مش رقم، لكن عرض الخط بيتحول لرقم. البرنامج يحول كل القياسات اللي أنا ذكرتها دي لأرقام ويرتبها بنظام معروف، وفي الآخر يطلع لك رقم طويل يمثل لك الباركود كله، وبيكون معاه رقم مراجعة في الآخر علشان يتذكر إن القراءة حصلت صح ومفيش غلطة. طيب الرقم ده معناه إيه؟ لو الرقم ده لوحده ملهوش أي معنى، زي مفتاح من غير باب. علشان كده الموبايل ما بيبعتش الباركود لأي حد. حتى لما بيتم فك عملية الباركود هو بيبعت الرقم لقاعدة البيانات بس. وهنا يجي السؤال المهم، قاعدة البيانات دي ليه أصلا عندها الرقم ده اللي في الباركود؟ مش المفروض يكون سر ومحدش عارفه؟ الإجابة إن الرقم ده اتسجل قبل ما المنتج يوصل لك بكتير جدا. أي شركة قبل ما تنزل منتج للسوق بتسجله رسميا عن طريق جهة عالمية مسؤولة عن الباركود زي نظام الجي اس 1. الشركة بتاخد رقم مميز ليها للمنتج، وبعد كده كل منتج ليه رقم خاص جوه الرقم الكبير ده. يعني كل منتج ليه هوية رقمية ما بتتكررش. الرقم ده بيطبع على المنتج في صورة باركود، وفي نفس الوقت بيتسجل في أنظمة البيع. لما السوبر ماركت أو المتجر بيبيع المنتج بيسجل الرقم ده في نظامه ويحط قصاده السعر والكمية والعرض. علشان كده لما الكاشير يمسح الباركود الرقم بيوصل لقاعدة البيانات، وهو فورا يتطابقه ويطلع اسم المنتج وسعره. يعني الباركود مش شايل المعلومة، هو بس بيدلك عليها. ننتقل بقى للكيو ار كود، واللي يعتبر مرحلة أذكى وأعقد شوية. وأهم حاجة بس ركز معايا وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة. لو بصيت على الكيو ار كود كويس هتلاقي فيه 3 مربعات كبار في الزاوية. المربعات دي اسمها مربعات التوجيه، وظيفتها إنها تقول للموبايل ده الاتجاه الصح وده حجم الكود. وحتى لو خدت الصورة بشكل مائل شوية أو مش مستقيمة بيظبط الاتجاه لوحده قبل ما يبدأ القراءة. بعد ما الموبايل بياخد الصورة وبيحدد الاتجاه بيقسم صورة الكيو ار كود كلها لشبكات مربعات صغيرة جدا متساوية في الحجم. كل مربع من دول يا إما أسود يا إما أبيض. الكمبيوتر من ساعة ما اتصنع من البداية وهو في قاعدة مهمة جدا، الأسود يساوي 1
والأبيض يساوي صفر. يعني كل مربعات الكيو ار كود في النهاية بتتحول لسلسلة طويلة من الأصفار والوحدات، ودي لغة الكمبيوتر الأساسية. بس الأرقام دي مترتبة بنظام ذكي، جزء منها يحدد نوع البيانات وهل هو لينك ولا نص ولا رقم ولا بيانات واي فاي، وجزء تاني هو المحتوى نفسه، وجزء تالت مخصص لتصحيح الأخطاء. تصحيح الأخطاء ده هو السبب إن الكيو ار كود بيشتغل حتى لو عليه خدش أو متشال منه جزء أو محطوط عليه لوجو. الموبايل بيقدر يعوض الجزء الناقص ويفهم الكود كامل. بعد ما الموبايل يفك الكود ويفهم اللي جواه، يقرر يعمل إيه. لو في لينك يعرضه ونفتحه لما نوافق، لو في واي فاي يعرض عليك الاتصال، ولو في نص يطلع لك على الشاشة. وهنا في نقطة مهمة جدا، الكيو ار كود نفسه ما بيتبعتش لأي حد. كل اللي حصل كان تحليل جوه الموبايل. الاتصال بالإنترنت بيبدأ بس لما تفتح اللينك، وساعتها الموبايل بيتصل بسيرفر الموقع اللي اللينك راح له، ومش بالكود نفسه. علشان كده الخطر مش في شكل الكود، الخطر في المكان اللي ممكن يوديك عليه. في النهاية الباركود أو الكيو ار كود مش سحر ولا خدعة، دول نتيجة علم طويل بدايته بالتصوير وبينتهي بشغل برمجة بأنظمة وشركات عالمية. كل ده بيشتغل في صمت في أقل من ثانية، وانت كل اللي عملته إنك وجهت الكاميرا الموبايل. في المرة الجاية لما تمسح الباركود أو الكيو ار كود، حاول ما تبصش له على إنه حاجة عادية، لأنه وراه أنظمة ذكية جدا شغالة من غير صوت، وبيفك لغة كاملة علشان يوصل لك المعلومة في لحظة. بس كده. قبل ما أقفل الفيديو، لو في سؤال محيرك اكتبه لي في التعليقات، واعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. بس كده، سلام.